الناس بتنتقد النجم المصري محمد صلاح على مستواه الباهت مع منتخب مصر. سألتش نفسك المستوى دوت وصل له ليه، او هو بيأدي بالمستوى ده ليه؟ اتفرج على المنتخب كله. اولا الشناوي مهزوز، كور اجوان غريبه جدا بتخش فيه، نص الملعب غير منطقي بالمره، ان مره زيزو مره النني ده اصلا المفروض ما يلعبش اصلا كوره. هو محمد صلاح ما حدش فاهم من اللعيبه، وما حدش بيساعده، وما حدش بيلعب معاه اصلا. كام فرصه حصل عليها في الماتش الاولاني والشوط اللي لعبه؟ اديني كده فرصه، قول لي وصل عند الجون وضيع. ما بيوصلش، محدش عارف يوصله. الصح انك انت تحط تريزيجيه ومرموش وصلاح ومصطفى محمد بدايه الماتش. من بدايه الماتش انت كنت عايز تكسب ماتش غانا، محافظ على تريزيجيه بره عشان تلعب الشوط الثاني. ده محمد صلاح عايزين نبتدي من اول ماتش كويسين. ده محمد صلاح خرج في الماتش اللي فات مش شد عضل. لا هي اصابه حقيقيه، وهو صلاح ما بيخرجش من الملعب نهائي غير لما بيجيب اخره. بس احنا كمصريين مش مدعمينه، يعني الناس اللي لا من دينه ولا من بلده بيدعموه، وانت مش عايز تدعموه. ده ابن بلدك. انا مش عارف الناس اللي بتكره محمد صلاح بتكرهه ليه؟ شفت منه ايه وحش؟ نسيت ضربه الجزاء بتاعت كاس العالم اللي احنا صعدنا بيها؟ انا مش عارف اتقلبنا عليه ليه. ما كل في لعيبه كتير جدا مستواها وحش، يعني محمد عبد المنعم اخطاء دفاعيه فظيعه مع انه في الاهلي بيكسر الدنيا. كل واحد في فريقه احسن من المنتخب. الفكره كلها ان الناس دي لسه بتندمج مع بعض ولسه ما وصلتش للروح القتاليه بتاعتها. والله العظيم لو لعبته بحماس مع محمد صلاح اقسم بالله يا باشا حط واحد صانع العاب يدي لصلاح، بس الملعب كله ماسك صلاح، يبقى انت لازم يبقى عندك بديل. لازم احط مرموش، احط تريزيجيه، احط مصطفى محمد، اعمل تنويع، اخلي في وسط الملعب ناس شباب. مروان عطيه فين؟ مروان عطيه قاعد ليه على الدكه؟ والنني يلعب ليه؟ ده واحد بيلعب في فريقه، يعني بيتدرب واحتياطي بس، مفيش اصلا. تيجي انت تنزله؟ بتشاركوا انت اساسي. ان شاء الله هنكسب الماتش الجاي، هنكسب ان شاء الله. بس يا ريت بس كده فيتوريا يحط تشكيله حلوه كده، عشان خلاص المصريين جابوا اخرهم من الموضوع ده.